بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بارك الله بكم ونفع بكم. الله عز وجل قال وصف القرآن بأنه بلسان عربي مبين. هذه اللغة شرفت بالقرآن الكريم، وهي اللغة من أرقى اللغات الإنسانية برأي المتخصصين في اللغات. ولكن هذه الصيغة من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قبل أن أبدأ بهذه الصيغة الرائعة، نهاية العلم القانون، والقانون بشكل دقيق علاقة مقطوع بها بين متغيرين تطابق الواقع عليها دليل. هذا القانون نهاية العلم، فلو لم تطابق الواقع كانت جهلا، وبلا دليل كانت تقليدا. مقطوع بها المصداقية في الأقوال كلها، تبدأ من الشك إلى الظن إلى غلبة الظن. هذه كلها نسب، من 30 وهم، شك 50%، 70 ظن، 90 غلبة الظن. القطع 100%. فالعلم قطع، أما قوانين ربنا عز وجل مطلقة أعلى من القطع. لذلك جاء الآن من يعمل سوءا، هي فعل الشرط، أو يظلم نفسه، إما ظلم نفسه أو ظلم غيره. هذا المعنى، إما أنه ظلم نفسه فشرب الخمر مثلا، أو ظلم غيره أكل ماله، ثم يستغفر يجد الله غفورا رحيما. هذا قانون المغفرة. كل إنسان زلت قدمه مسيئا لنفسه أو لغيره، الله عز وجل ما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا، وما كلفنا أن نتوب إلا ليتوب علينا، وسعت رحمته كل شيء ونحن شيء. فلذلك التفاؤل جزء من الإيمان، واليأس والتشاؤم والخروج من الاتجاه الديني كليا يقترب من الكفر. اليأس والتشاؤم والسوداوية هذا يقترب من الكفر. لذلك من يعمل سوءا، عمل سيء، كسب مالا حراما، أو اعتدى على شيء لا ينبغي أن يعتدي عليه بشكل واسع، أو يظلم نفسه لا يصلي ثم يستغفر يجد الله غفورا رحيما. هذا التركيب يقترب من القانون. أنا بعتقد في بالقرآن قوانين كثيرة، فحيثما جاء التركيب شرطي، فعل الشرط جواب شرط، هي صيغة قوانين. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. إله بيده كل شيء، الله عز وجل يملك كل شيء، خالق الأشياء، رب الأشياء. فلذلك التفاؤل أقرب للمؤمن من التشاؤم. نحن نريد حالة نفسية صحيحة. يعني أوضح مثل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. البطولة أن تستغفر، البطولة أن تندم، البطولة أن تعرف الحق حتى تكشف نفسك من أنت. يعني عفوا، في أسواب قماشية مكتوب على كل ثوب رقم 30 يرد، 20 يرد، 15. يا ترى هالأرقام صحيحة؟ في جواب دقيق، اشتري يرد خشبي، عندك مقياس. البطولة أن تملك المقياس، أنا على الحق أم على الباطل، دخلي شرعي أم غير شرعي، علاقتي بفلان صح أم غلط، أنا زوج صالح أم زوج غير صالح. كيف تكشف الخطأ إذا ما عندك الأصل؟ لذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم،
وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، إلا أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. لذلك لا بد من وقفة تأملية. في عنا مرض الآن اسمه الغرق في الجزئيات، غارق بمشاريع أعمال، ببنود جدول أعمال، ثم يأتي الموت فجأة فقد خسر الدنيا والآخرة. فالبطولة أن نقتطع من وقتنا وقتا للتأمل. من أنا؟ لماذا أنا في الدنيا؟ لماذا خلقت؟ ما المطلوب مني؟ ما هو منهج الله عز وجل؟ هل عرفته؟ يعني الإنسان أعقد آلة بالكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقا من حبي لذاتي، من حرصي على سلامتي وعلى سعادتي وعلى استمراري، من حرصي على أن أكون متفوقا، ينبغي أن أبحث عن تعليمات الصانع، إنها طلب العلم. فطلب العلم فريضة على كل مسلم. لذلك هذا قانون: من يعمل سوءا، عمل غلط، إما ذاتي أو اجتماعي أو بزواجه أو بكسب ماله أو بإنفاق ماله أو بتمضية وقت فراغه أو بإجازاته أو بفرحه أو بترحه، في نشاطات عديدة جدا. أنا أقول كل هذه النشاطات ذاتية أو معنوية، مادية أو اجتماعية، لها ضوابط بالشرع. يعني الضوابط تعليمات الصانع. إذا كمبيوتر حقه 50 مليون، في كمبيوترات غالية جدا تعطيه نقطة دم بيعطيك 12 تحليل فورا. هذا الجهاز لو اشتريته مؤسسة كبيرة والمعمل لسبب أو لآخر لم يرسل التعليمات، فإذا استخدمنا هذا الجهاز قد نعطبه. لا بد من تعليمات الصانع. لذلك الله عز وجل قدم التعليمات على الخلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ من أجل أن تعرف من أنت، ما سر وجودك، ما غاية وجودك، بماذا أنت مكلف في هذه الدنيا، ما الموت، ماذا بعد الموت، ما الآخرة. فلذلك هذا الجماد أخي الكريم له طول وعرض وارتفاع ووزن وحجم فقط. أما النبات يزيد عليه بالنمو، أما الحيوان بالحركة، أما الإنسان له وزن وحجم وطول وعرض وارتفاع، وينمو ويتحرك. بماذا فضل الإنسان؟ أعطاه قوة إدراكية. هذه القوة الإدراكية إن لم تستخدم بطلب العلم دقيق هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. الآن القرآن: أموات غير أحياء. ميت عند الله ميت. طيب نبضه 80، ضغطه 18 مثالي، عند الله ميت. كأنهم خشب مسندة إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. كلها أوصاف قرآنية لمن عزف عن طلب العلم. لذلك العلم ما بيحقق، ما له أهداف تحسينية، أهداف بنيوية. إن لم تطلب العلم انتهيت. إنه عندك شهوات قد تتحرك بها بلا ضابط، ترتكب معاصي كثيرة جدا. طيب شيخنا، هنا أو يظلم نفسه، طبعا ليس المقصود فيها يظلم نفسه بمعناها الحقيقي أنه هو يضر نفسه، إنما يظلم نفسه إن لم يعرف سر وجوده وغاية وجوده، إن لم يعرف حقيقة الدنيا وأنها ثمن الآخرة، إن لم يعرف حقيقة الموت والبرزخ والجنة والنار. هي حقائق أساسية جدا، هي حقائق اسمها مصيرية يتحدد بها مصيرك الأبدي. فلذلك لا بد من طلب العلم. سوءا أيضا شيخنا، هنا لابد أن نتوقف عنها. العمل السيء يعني ممكن سيئة، الفرق بين السوء والسيئة. جاءت مصدر أبلغ. أنت إما أن تصف باسم مشتق أو بالمصدر. سوء مطلق السوء، معاملة سيئة لزوجته سوء، يعني مهما كان، كسب مال حرام سوء، ترك الصلاة سوء. هي المصدر أبلغ في التعبير من المشتق. يعمل سيئة هي أقل من سيئة، لا سوءا.
غفل عن الله، لم يطلب العلم، لم يحسن لزوجته، ما اختار زوجة صالحة، اختار جميلة فقط، ويعلم أنها ليست مستقيمة. من يعمل سوءا حينما تأتي الكلمة على شكل مصدر أعم وأشمل. شيخنا، عمل السوء هنا هل هو يشمل سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة ولا الصغائر والكبائر؟ ولا الكبائر هنا لها حسبة خاصة؟ لا دقيقة. في كلمة دقيقة جدا بتمنى تكون واضحة. طريق عرضه 60 متر وانت ماشي بالوسط، عن يمينه وادي سحيق وعلى اليسار وادي سحيق. دقيق. ما هي الصغيرة؟ المقود حركته سنتي واحد بس، هالسنتي لو ثبت على الوادي، لكن بعد حين، بعد دقائق. إذا لا صغيرة مع الإصرار، هكذا قال النبي. أما لو حركته 90 درجة وعندك إمكان ترجعه، رجع، مشي الحال. فجاء النص: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. يعني شو مشكلتنا؟ فوت مثلا خذ شارع معين، يعني خذ 100 بيت ما في خمر، كمسلمين احنا ما في زنا، ما في قتل، ما في كبائر، بس كل هذه الصغائر تحول بيننا وبين أن نصل إلى الله. إذا أنت عندك بيت فيه جميع الأجهزة الكهربائية، التيار قطعته بس ملي واحد، كله وقف، متر كله وقف مثل بعضه. ما دام في انقطاع عن الله، في أخطاء كثيرة، في تجاوزات كثيرة، وفي معاصي كثيرة، وفي إغراءات كثيرة، وفي يأس كثير. أما إذا عرفت الله عرفت كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. لذلك والله يريد أن يتوب عليكم. يا الله يريد، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نقطة مهمة جدا. الله عز وجل، رسوله، الصحابة الكرام، العلماء الربانيون، يريد الله أن يتوب عليك أيها الإنسان. أما أهل الشهوات، أهل التجاوزات، أهل البدع، أهل الدنيا، ترقص لهم، يريدونك أن تنحاز إليهم، أن تستهتر بدينك، أن تنسى صلاتك، أن تنسى عبادتك. هي المشكلة. لذلك أنا أقول كلمة دقيقة جدا: لا بد لك أيها الأخ المؤمن من حاضنة إيمانية. تحتاج إلى صديق مؤمن، إلى سهرة مع مؤمنين، إلى نزهة مع مؤمنين. والدليل على ذلك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لكن النقطة الدقيقة أن هناك ذنب يغفر وذنب لا يترك وذنب لا يغفر. نقطة دقيقة جدا. من يعمل سوءا، هناك ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله، والصلح بلمحة. أما الذنب الذي لا يترك ما كان بينك وبين العباد. صحابي جليل توفاه الله عز وجل، ومن عادة النبي الكريم أن يزور البيت قبل دفنه، فلما أراد أن يصلي عليه سأل: عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. ما صلى عليه. هذا الذنب الذي لا يترك. قال أحدهم: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. في اليوم التالي سأل: أأديت الدين؟ قال: لا. في اليوم الثالث: أأديت الدين؟ قال: لا. بالرابع: أديت الدين؟ قال: نعم. فقال النبي الكريم: الآن ابترد جلده. لذلك حقوق الله تغفر، أما العباد لا تترك، أما الشرك لا يغفر. ذنب يغفر وذنب لا يترك وذنب لا يغفر أصلا. أما لا يغفر أصلا تفسيره سهل. واحد معه أزمة قلبية حادة في طريق إلى المستشفى وطريق إلى نزهة، أخذناه للنزهة بيموت هناك. شو الشرك؟ أن تتجه لغير الله.
طبعا إلا إذا تاب وعاد إلى الصراط المستقيم. طيب شيخنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، ثم يستغفر الله، الاستغفار هنا هل هناك صفة محددة ولا هو مجرد قول أستغفر الله؟ أولا ندم، علامة صحة الاستغفار الندم، والثاني الإقلاع عن الذنب فورا، والثالث عقد العزيمة على ألا نعود إليه. ندم، إقلاع، عزيمة، هذا الاستغفار، وإلا استهزاء بالدين. يعني فضيلة الدكتور، هل تجد أنه معنى الاستغفار هنا هو من الترادف مع معنى التوبة؟ لا، الاستغفار أقوى أو أوسع التوبة به الذنب. شو الفرق طيب؟ كيف يكون الفرق؟ التوبة الصحيحة أن تتوب من كل الذنوب، هي التوبة النصوح، هي صفحة جديدة، أنت فتحت مع الله صفحة جديدة، أنت بدأت بعلاقة جديدة مع الله. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني ملخص ما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا، وما أمرنا أن نتوب إلا يتوب علينا. بس في ملمح دقيق جدا بحب أنه وضحه. في آية تقول تاب الله عليهم ليتوبوا، في آية تابوا فتاب عليهم. تاب عليهم ليتوبوا ساق لهم بعض الشدائد ليحملهم على التوبة، الابتلاءات يعني. نعم. أما تابوا فتاب عليهم قبل توبتهم، تابوا فتاب عليهم يعني قبل توبتهم. أما تاب عليهم ليتوبوا ساق لهم بعض الشدائد كي يحملهم على التوبة. ثم في الآية يجد الله نعم غفورا رحيما. نعم. لماذا استعير شيخنا هنا الفعل يجد هنا وأطلق على تحقيق العفو والمغفرة؟ المضارع يفيد الاستمرار فقط. المضارع، الفعل المضارع بالقرآن يفيد الاستمرار، مو وجد ولا سيجد، يجد من خصائصه يعني في أي وقت من يستغفر الله أبداً سيجد الله غفورا رحيما. ينتظرون. في الآية فضيلة الدكتور التي تليها ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. هنا شيخنا المعنى يعني لهذه الآية وعلاقتها هو الإنسان أحيانا بظن أنه هو ما أطاع الله. الله غني عن طاعتنا، غني عن صلاتنا، غني عن أعمالنا، غني عن توبتنا. هو الغني الحميد، بس كلمة حميد دقيقة جدا. هو غني عنا ولكن نعامل من قبله معاملة نحمده عليها. وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إختارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. شيء جميل جدا. لذلك الله قال والله يريد أن يتوب عليكم، هي إرادته العالية، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا.